كلمتين على المشي النهارده عن الابتلاءات. ساعات بيبقى عندنا ابتلاء، والابتلاء ده بيبقى عمينا عن كل الخير والحاجات الحلوه اللي عندنا، ونفضل ندعي ربنا يا رب الابتلاء ده يروح يا رب. لا، هنقول انه وجع مثلا في مكان معين او مرض معين، ونفضل ندعي ومش شايفين اي حاجه عدله في الحياه دلوقتي غير، او ما عندناش طلبات في الحياه غير ان الوجع ده او المرض ده يروح. احنا بقى في الابتلاء بتاع المرض او الوجع كان عندنا حاجات كتير جدا ونعم كتير جدا 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 مش شايفينها. يعني انا موجوعه، انا عندي مرض، بس انا عندي سرير وبيت وفلوس وعربيه وميه، وعندي هدوم، عندي عيله، عندي اللي حواليا عندهم صحه فيقدروا يساعدوني، عندي حد بيساعدني في البيت. كل ده كان موجود بس انا مش شايفاه، انا شايفه الوجع. خلص الوجع والدعاء اللي احنا دعيناه وربنا زال الوجع. جه ابتلاء تاني بقى في حاجه من اللي كانوا كويسين، حد من اللي حوالينا يعيا انه حاجه تحصل مثلا لا قدر الله العربيه ولا البيت ولا فلوس يحصل فيها حاجه، فيبقى ايه ده؟ دي كانت نعمه كبيره قوي وانا ما كنتش حاسس بيها. فالحل مع الابتلاء هو الرضا، ان احنا نرضى من الابتلاء، يعني بالابتلاء ده، ونبطل نشتكي. نقول يا رب لو انت ده الابتلاء اللي اخترته لي انا راضي بيه، وهصبر عليه وهتقبله وهعيش معاه ولغايه لما ترفعه او ما ترفعوش، انا راضي يا رب. يقوم ربنا يرفع البلاء، وابتدي وانا في الابتلاء ده اركز في الحاجات التانية، النعم اللي عندي اللي انا مش شايفها خالص. انا دماغي بس في الوجع، مش شايف غير الوجع ومش بدعي غير بالوجع، مع ان انا عندي ميزات كتير جدا. فالحل هو التقبل. ايا كان الابتلاء اللي عندك تقبله واصبر عليه وخليه يعدي، هيعدي باذن الله، او لو حتى ما عداش تاقلم على وجوده، لان هو ده الاختبار الحقيقي. الاختبار ان لما يجي لنا الابتلاء ما نفضلش نفلفص كده لا مش عايزه، لا. الشطاره انه لما يجي لنا الابتلاء نصبر عليه، نسكت، نبطل نشتكي وتفضل تقول لطوب الارض اصل انا وجع موجوع. غلط كده. مش هيترفع البلاء ده. هيترفع امتى؟ لما تقبله وتعيش بيه وتصبر عليه وتقول الحمد لله. والله عن تجربه.